بص يا وليد، انا جمعت الصور دي في فيديو عشان تشغله في القاعة. ايه رأيك بقى؟ بجد ده هيبقى حلو قوي يا حبيبتي، وريني كده. يا نورهان تعالي خدي الكيك والعصير لوليد. ولحد هنا كنت اسعد واحد في الدنيا، وحاسس فعلا اني عريس وخلاص. باقي ايام وحبيبتي نورهان اللي حبيتها من كل قلبي هتكون في بيتي، لحد ما اكتشفت اني عايش في اكبر خدعة في حياتي. وعشان تعرفوا اصل الحكاية يبقى اكيد لازم اخدكم معايا للبداية. بس الاول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير وبينا نبتدي. وقبل ما نبتدي بدعوكم للاشتراك وتسجيل الاعجاب بصفحتنا الجديدة وكمان قناتنا الجديدة اللي باسم حكاوي الدنيا 2، وفي خلال ايام هتبدأ تنزل عليها اجدد الفيديوهات. وبينا نبدأ حكايتنا. انا وليد عايش مع امي واختي ميرنا، وطول عمري بخاف من ربنا جدا، بالذات في العلاقات، لان عندي اخت ومتأكد ان اللي هعمله في بنات الناس هيتعمل في اختي. عشان كده يوم ما حبيت دخلت من باب البيت وخطبت نورهان اللي كنت بتمنى لها بس الرضا ترضى، وما كنتش اقدر على زعلها ابدا زي ما هتشوفوا كده. انا عايزه القاعه الاولانيه، بصراحه هي دي اللي عجباني يا وليد. والله يا حبيبتي انا لو معايا ما كنتش اتاخرت عنك، وبصراحه لو عملنا فيها انا مش هقدر اطلعك شهر العسل اللي كنت وعدك بيه. لا يبقى خلاص نأجل الفرح بقى، او حتى نلغيه خالص لحد ما تبقى جاهز. طب يا نورهان اهدي بس، اهدي وما تزعليش نفسك، سيبيها على الله، ان شاء الله خير. اطمني انا هحاول اتصرف. يوميها حاولت ابدل دور جمعيه مع صاحبي، وطلبت سلفة من الشغل عشان اقدر اعمل لها كل اللي نفسها فيه. ورغم انه كان ضغط كبير عليا، بس قلت معلش مش مهم، كله فدا فرحتها، ورحت عشان افرحها. انا اسف يا طنط، انا اسف اني جيت من غير ميعاد، بس بكلم نورهان قافله موبايلها، وبصراحه انا عامل لها مفاجاه. لا يا وليد يا حبيبي، ده انت تشرف في اي وقت. ايوه كده، حلو مفاجآت العرايس دول، ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي. نورهان يا نورهان تعالي كلمي وليد. غريبة، انت جيت ازاي؟ مش المفروض عندك شغل دلوقتي؟ لا، ما انا خلاص استأذنت مخصوص عشانك، قلت اجيلك بقى عشان اصالحك، ما انا ما اقدرش على زعل حبيبتي، ولا اقدر حتى اخلي في نفسها حاجة. مش فاهمة تقصد ايه يعني؟ اقصد اني خلاص اتصرفت وحجزتلك في القاعة اللي كان نفسك فيها يا ستي، وكمان ظبطت لنا سفرية تحفة عشان حبيبتي تقضي احلى شهر عسل في حياتها. بجد يا وليد؟ ازاي؟ مش انت قلت ان مش هيبقى معاك الفلوس دي، وكمان كنا دافعين عربون في مكان تاني؟ ولا يهمك يا نورهان، انا اتصرفت، ما تقلقيش يا حبيبتي، المهم بس انك ما تزعليش. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، بصراحة انا ما توقعتش اللي عملته ابدا. يا حبيبي زنقت نفسك قوي كده ليه؟ واكيد برضو خسرت مبلغ من العربون اللي كنت دافعه. بسيطة يا طنط، والله كله يهون الا زعل نورهان. ربنا ما يحرمها منك ابدا يا حبيبي، هقوم بقى اعمل لكم حاجة حلوة يا ولاد. وقعدت مع نورهان اللي كانت طايرة من الفرحة، وفتحت تليفونها وبقت تجيب في فيديوهات للقاعة، ومبطلتش كلام عن تجهيزات الفرح، كل التجهيزات اللي هي عايزاها اليوم ده. وقالت لي بصي يا وليد، انا جمعت الصور دي في فيديو عشان نشغله في القاعة، ايه رأيك؟ بجد؟ الله، ده هيبقى حلو قوي يا حبيبتي، وريني كده. هي نورهان تعالي يا حبيبتي خدي الكيك والعصير لوليد. وسابت لي الموبايل وراحت تجيب من مامتها الحاجة. وفجأة كنت بقلب في الفيديوهات عشان اشوف باقي الحاجات، ولقيت اللي ما كنتش اتوقعه ابدا. لقيت فيديو ليها مع خطيبها الاولاني، وبلبس كنا لسه جايبينه مع بعض، يعني فيديو من قريب. فضلت متنح مش فاهم ايه اللي بشوفه، انا مش مصدق اللي عينيا شايفاه. لحد ما جت وقلت لها ايه ده، انا عايز افهم مين ده.
لقيتها بتقولي بكل برود: ده خطيبي القديم. واخدت مني الموبايل وقعدت تقلب فيه، تفتح في الفيسبوك ومن الابليكيشن ده للابليكيشن ده، ولا اتأثرت بأي حاجة من اللي شفتها. ما حاولتش حتى تديني مبرر أو تقول لي غلطة ومش هكررها تاني. بقيت باصص لها ومش فاهم ايه ده، هي ازاي كده، ازاي مش هاممها أي حاجة. وسبتها ونزلت من غير ولا كلمة. هو أنا مش مصدق إن حلمي وحياتي اللي جاية كلها خلاص انتهت، وكل اللي أنا عارفه إني مش هكمل معاها بعد اللي شفته ده. وأول ما رجعت البيت لقيت ماما وأختي فرحانين وبيقولوا لي: ايه رأيك يا وليد في أختك؟ بص بص بقت عروسة حلوة ازاي. عروسة ايه بس يا ماما؟ ها، قولي رأيك في الفستان يا وليد، جبته عشان فرحك. سكت، ما عرفتش أقول لهم ايه، وعيني كلها دموع مش عارف أرد عليهم. ايه يا وليد مالك؟ هو الفستان مش حلو؟ ما عجبكش؟ لا يا حبيبتي، الفستان جميل وانت زي القمر. امال ايه يا ابني مالك؟ هو انت تعبان ولا ايه؟ طب شديت مع نورهان؟ يا ابني ما انا فهمتك انك تحاول تحتويها الفترة دي عروسة ودايما هتكون متوترة، اكيد خايفة يا حبيبي، اعذرها. متوترة وبتخوني عشان متوترة وخايفة يا ماما؟ ايه اللي بتقوله ده يا وليد؟ حرام عليك، دي بتحبك وخلاص، فرحكوا كمان ايام. انت بتتكلم في ايه؟ ما تنساش انها دلوقتي على ذمتك، ده انتم كاتبين الكتاب يا ابني. للأسف انتم كمان اتخدعتوا فيها زيي. يا ابني استهدى بالله، الكلام اللي بتقوله ده كبير قوي، يمكن في سوء تفاهم ولا حاجة، انت بس ممكن تكون بتغير عليها بزيادة. ظالمها ازاي يا ماما؟ ظالمها ازاي وهي محتفظة بفيديو ليها على موبايلها مع خطيبها القديم؟ معقولة؟ يعني يا وليد هتعاقبها على حاجة قديمة وانت عارفها؟ يعني الفيديو ده اكيد فيديو عادي. مالكش حق يا ابني، انت عندك اخت، ما تظلمش بنت الناس معاك بالشكل ده، ويمكن تكون نسيت تمسحه ولا حاجة، غلطة وراحت لحالها. اقعد اتكلم معاها كده يا حبيبي وشوف هتقولك ايه. حكيت لماما انه ما كانش فيديو عادي ولا حاجة، وكمان كان قريب بعد كتب كتابنا، وحكيت لها على طريقة ردها عليا، وقلت لها دي ما حاولتش تديني اي مبرر. طب ازاي كده؟ ليه محتفظة بالفيديو ده؟ ما اقدرش اقول عليها غلطة وراحت يا امي، الفيديو جديد، لابسة في طقم انا اللي جايبه لها. طب وبعدين؟ ده الفرح كمان اسبوع، والقاعة اللي حجزتها والكوافير والفوتوغرافر وفستانها والحاجات دي كلها، ده انت دافع فيها اكتر من 40,000 جنيه. غير خسارة الفلوس دي، منظري يا ميرنا، منظري قدام الناس، وقلبي اللي حبها. انا مش عارف اتصرف ومش عارف حقيقي انا لسه بحبها ولا دي اعراض المفاجأة. ربنا يسامحها يا ابني، ضيعت فرحتنا، بس انت لازم تكون اقوى من كده. انا كل شوية تيجي قدام عينيا اول لقطة من الفيديو والاقي دموعي نزلت يا امي. صعبان عليا نفسي قوي ومشاعري وشقاية، ده انا عملت عشانها كل اللي اقدر عليه واكتر. تغور الفلوس يا وليد، المهم راحت بالك، ولا تزعل نفسك يا حبيبي. لو ما حسيتش منها بندم زي ما بتقول، يبقى دي انسانة بجحة، هتستنى ايه بس من واحدة ما حسيتش ولا اتكسفت من غلطتها؟ خسارة قريبة ولا مكسب بعيد يا وليد. هرجع واقولك، عشان توصل لقرار يريحك وما نبقاش ظالمين البنت، اقعد مع نفسك وفكر، هل ده اختيار مناسب ليك؟ هل دي هتكون ام اولادك؟ هتطمن معاها لو بدأت صفحة جديدة؟ انا كل ما بفكر بحس ان خلاص الثقة اللي ما بيننا ضاعت، ولو اتجوزنا هعيش حياتي كلها في شك. واللي خوفني منها اكتر رد فعلها اللي ما هزلهاش شعرة دي، ولا خافت من زعلي ولا من رد فعلي. يبقى خلاص يا حبيبي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حدد ميعاد مع باباها ونروح نقابله ونتفق ان احنا نخلص الموضوع ده بهدوء بعد اللي انت شفته ده. وكلمت باباها وكمان مامتها وحكيت لهم كل اللي حصل، ومامتها قالت لي اخس عليك يا وليد، ازاي تقول كده على بنتي؟ انا بنتي متربية احسن تربية. حضرتك عارفة انا حبيت نورهان قد ايه، ولا يمكن اتهمها بباطل ابدا.
انا عندي اخت برضو، وهي هتعمل كده ليه؟ وكمان قبل فرحكم بايام. كان نفسي الاقي منها اي مبرر واحد على اللي شفته ده، وما صدقونيش. ما صدقونيش غير لما وريت لهم الفيديو. ما انا نسيت اقول لكم اني بعته لنفسي يوميها قبل ما تدخل عليا. والحقيقه ان باباها طلع راجل محترم جدا، وقال لي انا مش عارف اقول لك ايه يا ابني، بعد اللي شفته ده انت عندك حق في اي قرار تاخده. طيب يا ابني انا عارفه انك بتحبها، اديها فرصه تصلح غلطها. ده انتم خلاص عزمتوا الناس على فرحكم، وكاتب الكتاب، كاتب الكتاب اللي اتكتب ده هنقول ايه للناس بس؟ انا فعلا حبيتها، لكن هي للاسف ما حبتنيش، وكنت هحترمها لو جت صرحتني بمشاعرها دي. لكن دلوقتي خلاص، بأي ثقة وأي أمان أكمل. كفاية إنها حتى مش قادرة تحس بالندم. أنا آسف يا طنط، مش هقبل على كرامتي إني أعيش مع واحدة ما حبتنيش وبتستغلني. أنا مش هقدر أديها اسمي وأنا مطمن. أنا بعتذر إني بقول الكلام ده. خلاص خلاص يا أم نورهان، وليد عنده حق في كل كلمة قالها، وده مش غلطه، ده غلط بنتنا، ولازم إحنا اللي نتحمله. وكفاية فلوس الحجوزات اللي خسرها. ادخلي هاتي من بنتك الشبكة وكل حاجته اللي جابها لها. أنا آسف يا عمي، بس حقيقي ما كنتش أتمنى تكون دي النهاية. إحنا اللي آسفين يا ابني، ربنا يعوضك خير إن شاء الله، وإنت بالنسبة لينا خسارة كبيرة، خليك عارف ده. والحمد لله خلصت الموضوع من غير أي مشاكل، وطلقتها، وقدرت أرجع جزء من فلوس القاعة وباقي الحجوزات. ودلوقتي أنا معرفش عنها أي حاجة، ربنا يسهل لها حالها بقى. أما أنا فبعد كام شهر ربنا قواني وقدرت أنساها. وبعد فترة واحد صاحبي اتقدم لأختي وخطبها، وفي حفلة خطوبتهم اتعرفت على بنت عم صاحبي. لقيتها بنت جميلة طيبة ومحترمة، وخطبتها وحبينا بعض جدا واتجوزنا. ومعاها حقيقي حسيت فعلا بمعنى كلمة عوض ربنا كبير وجميل. عشان كده بلاش تزعلوا على أي حاجة خسرتوها، حتى لو كان شخص غالي عليكم، لأن ممكن تكونوا خسرتوه عشان ربنا بيحبكم وشايل لكم حاجة تانية أحسن أنتم تستاهلوها حقيقي. هو أهم حاجة في الجواز إنه يتبني على الحب واحترام وثقة متبادلة. ولو في حاجة منهم مش لاقيينها يبقى ابعدوا فورا، ودوروا عليها قبل ما الخسارة تكبر وتضيعوا من إيديكم حاجة جميلة يكون ربنا محوشها لكم.